ومصدق اللاعب الدولي السابق بولو يساعد المدرب كلايب. بالنسبه لمجموعه فريق الكتب المراكشي فهناك العلوي، اطلسي هشام، الطاهر، قسام، جولي عبد السلام، مامادو ديالو، البهجه. في الانطلاقه ديال المقابله قلت هناك البهجه، المصباحي، كمال الصالحي، الغزواني، ثم الدودي رشيد. المدرب والسيد عبد الخالق اللوزاني. في الاحتياط هناك رازق حديوه. كرة عند فريق الكوكب المراكشي. في الوسط عندنا الغزواني، الصام، كمال الصالحي رقم 15. في الوسط يدخل احد اللاعبين ديال المغرب الفاسي، البهجه. تضيع الكره لفريق الكوكب المراكشي ولكن يسترجعها فريق الكوكب، ثم تضيع منه دائما الكره عند فريق الكوكب المراكشي. تنتهي بقذفه قويه مباشره في يد الحريف. يلاحظ غياب تمريره جميله هذيك الجهه اليمنى، انما تخرج الحارس العلوي اللي تبعد الكره الشرط. اسلوب متقارب على اعتبار انه الميزه الاساسيه ديال الفريقين هو الملء ديال وسط الميدان، وبالتالي الحد من الفعل. هذه محاوله جميله ديال البهجه تنتهي بقذفه تضرب الكره في احد المدافعين. دائما الكره عند فريق الكوكب المراكشي وقذفه قذفات مباشرة ما تمكنش من الكرة الحارس، انما تيجي الروادي تيخرج الكرة مرة اخرى للزاوية وتكون بذلك البهجة. بالفعل كرة دائرية خطيرة ما تمكنش من الكرة الطاهر الخلف. الشيء اللي خلى الكرة تمشي اللي تينهجها فريق المغرب الفاسي، الحراسة الفردية اللي تينهجها فريق الكوكب المراكشي، خلى ان الكرة الفرع اللاعبين انهم يكونوا صراع. انما بن علال، سمير، بن حيون، مرزاقة في الجهة اليسرى، مرزاقة في وضعية مناسبة باش يمرر. شنو غادي يعمل مرزاقة؟ تيمر تضرب احد المدافعين. دائما الكرة خاطرة عند واحد، ما فيش جوج ديال اللاعبين تيمر، انما عند اللاعبين ديال الكوكب المراكشي ارتباك كبير. عازز تيماني تينهي هذه العملية بقذفة بعيدة عن المرمى. اخطر هجوم بواسطة مرزاقة الفاسي كله يرمي بالكرة للشباك. على كل حال كانت هذه يمكن نعتبروا هذه امام القله ديال المحاولات، فهذه نعتبرها من ابرز المحاولات في اللقاء لفائده المغرب الفاسي. 23 دقيقة تتمر على الجولة الأولى، 0 لمثله. ما عرفتش واش غادي يكون الآن تفكير على المستوى الإدارة التقنية ديال كل فريق في كيفية خلق فرص التسجيل، أم غادي يبقى فقط الاكتفاء. المرور من وسط الميدان شيء صعب، تمرير الكرة بين اللاعبين شيء صعب، تبقى فقط هذه محاولة فائدة العلاوي، إنما تدخل في آخر المطاف قسام. تمريرة جميلة، ضربة رأسية ديال مرزاقة لعند الحارس بالفعل بكل سهولة عند العلوي زكريا. طاهر، أطلس، قذفة من بعيد ديال أطلس، كرة عالية، أطلسي، ضربة رأسية ديال مامادو في يد الحارس. تمريرة طويلة مرة أخرى، ضربة رأسية مشات اتجاه العلاوي عند بن حيون تيمرر في اتجاه العلاوي. دائما الكرة عند فريق المغرب الفاسي. مرزاقة، قذفة مرزاقة. طاهر، 5 ديال الدقائق على نهاية الشوط الأول. البهجة دار 3 ديال اللعابات، تمريرة جميلة ولكن تدخل ناجح ديال الحارس المرادي. الصام، طاهر، طير كرة عالية، مامادو خطيرة تقذف ولكن مشات بجانب المرمى. طويلة في اتجاه مامادو، خطير مامادو، تخلص مامادو، ولكن من حسن حظ فريق المغرب الفاسي انه الاصطدام اللي كان عفوي ما بين
استرجع الكره لبيجا، مراوغه ديال بيجا وتميره جميله لعند الغزواني تيمرر، انما ما كاين حد هنا كما مضوط طهار وقد فقويه ديال طهار تضرب الكره في الظهر ديال بن حيون. دائما الكره خطيره على مرمى فريق المغرب الفاسي. بيجا محمد ديال اللاعبين تيقدر، دائما الكره خطيره. شنو الطار شنو غادي يعمل؟ تمريره خاطئه ديال الطهار، دائما الضغط على مرمى فريق الكوكب المراكشي. التكشيل عند مامادو، خطيره الكره دائما. اخيرا المرادي تيدخل تينقذ هذا الادناء السيد المشرفي تينهي هذه الجوله هذه بالمضى في 3 ديال الدقائق و30 ثانيه. صالحي كمال طاهر، عملية جميلة ديال الصالحي كمال تمرر بسهولة عند الحارس المرادي. عزيز سليماني عملية جميلة، ضربة جزاء. لا ضربة جزاء لأنه اللاعب جر الكرة بيديه. يمكن إعادة توضح فريق المغرب الفاسي تمريرة بالفعل ضربة جزاء واضحة. عشان الإكرام النسائية أخرى ما فيهاش فايدة الكوكب المراكشي. قطفة قوية تصل أحد اللاعبين، قطفة أيضا ولكن ليست محابية للمرمى. هذه إحدى القطفة مشاتش بعيد مرة. كرة عالية مباشرة عند الحارس. المرادي سليمان السريع، المصباحي، داودي، مرزاقة يحاول فائدة فريق المغرب الفاسي. غزواني، بيجا، أطلاسي، عملية تنتهي بالقذفات بشكل خطير. ما عرفتيش ما كاينش شروط مشات عند مرزاقة شنو غادي يعمل؟ العلاويل عند مرزاقة تمريرة بالفضل يقذف او يمرر، انما في يد الحارس العالمي زاد الخصم. سمحوا لي يرميو الكرات الجانبية باش حتى يربحوا تمريرة طويلة مشات عند وحيد. ما كاينش شروط. عملية جميلة ديال الفريق المغربي في الجهة اليسرى، احسن فرصة وقذفة ولكن تدخل جيد. تمريرة طويلة في اتجاه البيجا بالرأس عند مامادو ولكن تيجي احد المدافعين. ضربة خطأ غير مباشرة لأنه الحارس ما كانش من حقه أنه يقبض الكرة لأنه كملها له المدافع ديالو بسرعة. لا الحكم ما حدث بشيء بالهدف. علاش؟ لعبوها بسرعة اللاعبين ديال الكوكب، رفضوا ضربة خطأ. إذن ضربة خطأ غير مباشرة خطيرة على المرمى ديال الحارس المرادي. تمريرة هدف سجلوا البيجا، هدف سجلوا البيجا في الدقيقة 37. خطأ في التموضع ديال الدفاع ديال الفريق المغربي الفاسي. لاحظوا الوقت اللي خرج رقم 3 خلى الكرة من يدوز. إلا كان مرة أخرى جاب الإعادة لأنه أظن بأنه شير في الوقت اللي فرغ المكان ديالو خلى الكرة من
نشاهدوا بدا ديال الفرحه ديال انتصار الفريق المراكشي. عزيز سليماني مرة أخرى على عزيز قطفة، لكن بعيدة على المرمى ديال الحارس العلوي السليماني. مصدق قطفة دائما خطيرة على المرمى ديال فريق كوكب المراكشي. أخيرا هذه محاولة لفائدة فريق المغرب فاسي، ولكن تتدخل العلوي زكريا. كرة الملعب الشلو الغزواني الدقيقة 19. خطأ لفائدة خطأ فادح، ولكن الحارس قد موقف. تحضر عنده الخطأ، لن يستغل تحضر الانفراد بالحارس طرف الحديوة اللي قذف، ولكن الكرة كانت قريبة للحارس الثماني. اخر الفرص لفائده فريق المغرب الفاسي. العلاوي تخلي الكره عند مرزقه عند جياد، دائما فرصه جياد تقذف. قذفه جميله ديال الجيار، وان كانت تكون افضل لو انه رفع الكره داخل منطقه الجزاء. كان هناك العلاوي كان احد الاصدقاء ديالو كما غنشاهدوا من خلال هذه الاعاده سلم الكره بطريقه جميله سطا باش ياخذ الكره بالرجل اليمنى وتقذف. لاحظوا بانه كانوا جوج اللاعبين في النقطه ديال الجزاء، كان يرفع كتكون احسن 46 دقيقه. وفي هذه الاثناء تعلن الحكم السيد البوشيخي على نهايه المقابله.